تعاقدات في اخر 6 سنين. خلينا نشوف مع بعض في الفيديو ده هل اتصرفوا باحسن شكل ولا لا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. معاكم احمد علي، انا سينيور ديتا اناليست، وهكون معاكم ان شاء الله في الفيديو ده. خلينا نشوف مع بعض كده نظرة سريعة على صفقاتنا اخر 6 سنين، وهل كان ممكن يكون في بدائل احسن ولا اللي جه كانت افضل حاجة. طيب الاول، الفيديو ده مش معمول عشان نشمت في حد ولا عشان نقول ان في حد كان فاشل او ما شافش شغله باحسن شكل. احنا عاملين الفيديو ده عشان نستفاد منه كلنا. قدامنا يوز كيس عمليه لنادي القرن الافريقي النادي الاهلي، عايزين نشوف مع بعض هل كان ممكن يكون في طفره احسن في الصفقات، او كان ممكن نجيب لعيبه احسن لو كنا اهتمينا شويه بالديتا ساينس وبالسكاوتنج تيمز وبالديتا في شغلنا ولا لا. ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. طيب النادي الاهلي طبعا لا غبار عليه، النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي. النادي الاهلي لعب في اخر 6 سنين، لعب تقريبا 5 نهائيات افريقيا، كسبنا 4 منهم وخسرنا 1 بفعل فاعل. النادي الاهلي خسر 2 دوري في ال5 سنين دول، وكسبنا برضو الدوري المصري، وخسرنا السوبر الافريقي مرتين، والنتائج ما كانتش احسن حاجه. لكن في نفس الوقت كان البطل محافظ على اللقب المحبب ليه اللي هو بطولة افريقيا، ودي اللي كانت مغطية على اخطاء كتيرة جدا. طيب احنا عايزين دلوقتي بقى نفوكس على النادي الاهلي والصفقات بتاعتنا والارقام. هل احنا كنا افضل شكل ولا كان ممكن نجيب لعيبة بفلوس اقل ويدونا نتائج احسن؟ خلينا ناخد كده كده ايه، مركز مع بعض، مركز، وكده كده احنا هنعرض الارقام دي كلها في باي بي اي داشبورد عشان الناس تشوف معانا بعينيها الارقام دي كلها. المصادر هتلاقوها في الكومنتات من المواقع بتاعه السكاوتنج والترانسفير ماركت والحاجات بتاعه اللعيب. طيب خلينا نبتدي بحراسه المرمى. حراسه المرمى طول عمرها في النادي الاهلي ما فيهاش مشكله، من اول ثابت البطل، وبعد كده شوبير وعصام الحضري، وبعد كده فتره كده ما كانتش احسن حاجه، وبعد كده جه الشناوي وشوبير. مش هنتكلم على حراسه المرمى بشكل كبير، لان كده كده المركز ده ما فيهوش مشاكل. يعني ندخل على خط الدفاع. انا هاخد كام يوز كيس كده، طبعا احنا مش هناخد الصفقات كلها، احنا هناخد صفقات من ال6 سنين اللي فاتوا. تمام، هوريكم بالارقام دلوقتي مع بعض كده. هنشوف الارقام بتاعه المدافعين اللي الاهلي جابهم في مقابل اللي احنا كنا ممكن نجيبهم ومجوش، لاسباب بقى تاخر في التعاقدات، اختلافات على الفلوس او ايا كان. وطبعا دي الايه دي الحاجات اللي كانت بتعمل مشاكل في الصفقات بتاعه النادي اخر فتره. خلينا ناخد بسم الله الرحمن الرحيم كده اول مثال، اشرف داري. اشرف داري مدافع النادي الاهلي جابه تعويضا لمحمد عبد المنعم. تمام، انا حابب ابتدي بصراحه باليوز كيس دي. يعني النادي الاهلي عمل 3 اخطاء ورا بعض في الصفقه دي بس. اول غلطه ان احنا لما كنا بنبيع محمد عبد المنعم، اكيد هو ما اتباعش في يوم وليله، اكيد المفاوضات جشت كذا شهر. اول حاجه ما حضرناش بدايل كويس عشان النادي يتحرك، دي اول خطا. ان احنا ما عندناش سكاوتنج تيم، او عندنا ومش شايف شغله للاسف يعني. فالنادي المفروض ان السكاوتنج تيم بيحضر البديل قبل ما ببيع اللعيب اللي عندي. محمد عبد المنعم طبعا مدافع ما حدش يتكلم عليه، احسن مدافع في مصر، وغالبا في كام سيزون كده كان ممكن يكون احسن مدافع جوه افريقيا. محمد عبد المنعم لما اتباع، طيب البديل كان مين؟ كانوا 2 في الصوره، زين الدين بالعيد واشرف داري. فالنادي اتاخر في التعاقد مع زين الدين بالعيد، وطبعا دي مشكله. انت المفروض كنت مجهز من بدري، والمفروض يكون اللعيب ماضي مثلا اتفاق مبدئي ان هو هيكون معانا. فالنادي اتاخر، فايه اللي حصل؟ فاضطرينا ان احنا نروح نجيب اشرف داري. الخطا التاني ان احنا ما جبناش زين الدين بالعيد ومرضيناه ومحمد عبد المنعم ماشي. الخطا التالت ان احنا بقى رحنا جبنا اشرف داري، لان انت مبقاش عندك بديل، لازم تروح تجيبه. مع ان احنا لو كان عندنا سكاوتنج تيم كنا ممكن ما نروحش للاختيار ده. اشرف داري من غير ما اعرض ارقام، لو فتحت بس جوجل كده وكتبت تاريخ اصابات اشرف داري هتلاقي تاريخ حافل بالاصابات. لو حد كان كلف نفسه وفتح جوجل بس دور على اصاباته، كان مستحيل اللعيب ده يدخل النادي. اللي حصل ايه دلوقتي؟ ان هو مصاب، الاهلي عايز يمشيه ومش عايز يمشي، عايز ياخد عقده كله، قاعد في البيت وبندفع له مرتبه. ده مثال بسيط جدا عن اهميه الداتا والسكاوتنج تيم، وان احنا نشتغل صح. اليوز كيس دي حاصله في النادي، واللعيب ده قاعد في البيت بياخد مرتبه، واحنا ما بنستفادش منه. خلينا بقى ناخد شويه مراكز كده مع بعض بقى. تمام،
احنا عندنا اخطاء فاتحه في اختيار المهاجم بتاع النادي الاهلي. احنا بقالنا 10 سنين من بعد عماد متعب ما اعتزل، هو اصلا كان اخر سنتين تقريبا ما بيلعبش، ما جبناش غير مهاجم واحد كويس، وسام ابو علي. طيب في فتره كده جه فيها كوليبالي ما قعدش معانا كام شهر ومشي، فمش هنحسبه، احنا هنقول ان احنا جبنا وسام بس. وليد ازارو يعني كان شويه كان بيضيع كتير بس كان بيجي، بس هنقول وسام هو اللي كان مهاجم. في حين ان احنا كان قدامنا في فترات مهاجمين الحقيقه كانوا فرصه في الماركت ان احنا نجيبهم، زي في صيف سنه 2023 يانج افريكانز خسر نهائي بطوله الكونفدراليه. مين هداف يانج افريكانز؟ فيستون مايلي. فيستون مايلي بتاع بيراميدز. فيستون مايلي كان بيلعب في يانج افريكانز، خسروا نهائي الكونفدراليه وكان هداف البطوله. احنا كنا فين والراجل ده كان في يانج افريكانز وكان ممكن نشتريه. بيراميدز راح اشتراه، بعدها بشهر كان السيزون هيتقفل، رحنا احنا جبنا مين عشان السوق كان هيقفل؟ رحنا جبنا انتوني موديست. مش محتاج طبعا احكي عن انتوني موديست. انتوني موديست ده كارثه لانه جه بصفر. هو فعلا جه فري ترانسفير، هو جه من غير فلوس فعلا، لكن خد راتب كبير جدا، ما قدمش اي حاجه، جاب الجونين تقريبا او 3 اجوان بس في الموسم بتاعه. في حين ان فيستون ميلي جاي كان بينافس على هداف الدوري، او خد تقريبا هداف الدوري، جاب 17 جون في اول موسم ليه في مصر. احنا كنا فين؟ ازاي ما عندناش تيم سكاوتنج؟ ازاي الراجل ده الداتا بتاعته ما كانتش موجوده؟ ازاي الراجل ده ما اتطرحش على النادي الاهلي؟ فيستون ميلي راح بيراميدز تقريبا ب 600 او 700 الف دولار. احنا دفعنا في صفقه انتوني موديست دي كام؟ دفعنا فيها كام؟ دفعنا فيها رقم كبير جدا، انا مش متاكد حقيقه من الرقم، 1.5 مليون دولار تقريبا، السالاريز بتاعته وكده ومصاريف الانتقالات والبونص بتاع الوكلاء والكلام ده كله، وفي الاخر زيرو، ما عملكش اي حاجه. انت جايب اصلا مهاجم عنده 34 35 سنه، اصلا قبل السيزون اللي قبل ما يجي جايب جونين. فيستون مايلي هداف الدوري، هداف الكونفدراليه، بيلعب في يانج افريكانز، عنده خبره في افريقيا، قيمته التسويقيه اقل، مش هياخد راتب زيه، مفيش مقارنه. نرجع تاني مركز الجناح، رحنا اشترينا مين قبل كده؟ اشترينا لويس ميكيسوني. لويس ميكيسوني ما بيعرفش يلعب كوره اصلا. لويس ميكيسوني كان نازل له شويه فيديوهات على اليوتيوب وهو بيرقص واحد على الخط، بيجري مهاري مش عارف ايه، لكن مش ده بروفايل اللي يجيبه النادي الاهلي. كان مين منافسه؟ سفيان رحيمي. هتدفع اكتر في سفيان رحيمي فعلا، لكن هتاخد كواليتي، هتاخد لعيب عارف ان هو بيعرف يكلفت، بمعنى بلغه الكوره بيكلفت اي حد على الخط، بيحط بار 2، بيصنع لعب وبيخش جوه بيكمل مهاجم، بيعمل كل حاجه. ما رحناش جبنا لويس ميكيسوني. لو طبعا في حد بيبص على الارقام كان المفروض يقول لا ده قرار غلط، يا نجيب ده يا ما نجيبش، يا نجيب ده يا ما نجيبش، صح؟ لكن مفيش سكاوتنج تيم، او فيه شغال غلط للاسف. من ضمن برضو الحاجات الغريبة اللي حصلت ان احنا انت مشيت علي معلول، حلو، مش مفيش على طول، ما عندناش بدايل جاهزة على طول، يعني ده غلط دايما عندنا، ما عندناش بدايل جاهزة. فاضطريت انت تعمل إيه؟ قلنا هنعتمد على كريم الدبيس. كريم الدبيس ناشئ، مش مطالب ان انت تعتمد عليه بالشكل الكامل ده، وافريقيا بقى ورايحين كاس عالم الانديه انت اللي هتلعب. ناشئ لسه ما طلعش، المفروض ياخد بطوشه شويه بشويه، بياخد دقايق لعب بيزيد. ما قدرناش نعتمد عليه فجبنا كوكا، ما عرفناش نعتمد عليه، قعدنا نص موسم كامل. رحنا كاس العالم للانديه طبعا من غير باك ليفت، لعبنا اول 6 شهور في الموسم من غير باك ليفت، فين لحد ما ربنا الحمد لله وفقنا وجبنا بالعمري اللي بقى باك ليفت دلوقتي في النادي الاهلي. بعد فتره على طول النادي متاخر، على طول مفيش بلان. هي دي المشكله، ان احنا مفيش سكاوتنج تيم مجهز داتا ويعرض صفقات ونختار منهم وناخد احسن اختيار ونخش نخلص. لا، احنا دايما ما عندناش داتا جاهزه، فالسوق يقفل علينا فنضطر نجيب اي حد، فالنتائج تبقى مش احسن حاجه. وخد من ده بقى كتير، يعني خد بقى من ده كتير بقى، صفقات كتير بقى جت بالشكل ده من غير ارقام محسوبه، بتيجي بتمشي من غير ما حد، يعني في صفقات كتير قوي جت في النص كده الاهلي جابها. خد بقى عندك مصطفى سعد، ميسي، شادي حسين،
حسام حسن المهاجم. صفقات كتير بقى قوي في النص كده، انت بتيجي وبتمشي ما بنحسش بيها، بيدفع فيها فلوس ارقام غريبه وما بنستفادش منها. طب ليه؟ طب ما احنا ممكن نجهز تيم سكاوتنج محترم يجمع لنا الداتا وبيتابع البطولات الافريقيه وبيجيب لعيبه، واللعيب ده قيمته التسويقيه بتزيد، ممكن تبيعه وتكسب فيه كنادي. يعني انت كنادي جماهيري هتكسب، كنادي استثماري لو انتم مهتمين بالاستثمار هنكسب. شياكه في الملعب ولعيبه حلوه كده والمدرب يعرف يعمل تاكتكس كويسه موجود. لكن ليه احنا بنعمل كده؟ ليه احنا بنعمل كده؟ النادي برضو الفترة الأخيرة كان بيروح للصفقات الجماهيرية اللي هتعمل إثارة وكده. ماشي، حلو حلو ان انت يكون كعبك عالي على المنافس، لان هو برضو لو معاه الفلوس دي هياخد منك لعيبة. دلوقتي ده اللي بيحصل. لكن ستيل في نفس الوقت احنا محتاجين نعتمد على الداتا، محتاجين ان احنا يكون شغلنا مبني على ارقام، مبني على ساينس، مبني على حاجة نقدر نحط رجلنا عليها. خليني بقى اخدكم دلوقتي على البروجكت الباور بي اي دلوقتي واعرض لكم بالارقام بقى ايه اللي بيحصل. يعني هوريكم بالارقام ان الارقام دي بالمناسبه معروضه في الموسم اللي الاهلي كان بيفوت فيه اللعيب، مش دلوقتي، في الموسم اللي كان بيفوت فيه اللعيب. لو حد ده كان عامل الداشبورد دي بس وحط اللعيب الاتنين لعيبه جنب بعض كده، كنا هناخد صفقات يعني احسن مما كنا نتخيل، احسن مما كنا طبعا نتخيل. خلينا نروح مع بعض كده نشوف الصفقات دي، ناخد جوله كده مع الباور بي اي داشبورد. احنا طبعا عاملين باور بي اي دي تول بنستعملها في الداتا اناليتكس عشان نعرض فيها الارقام بتاعه اللعيب. خلينا نروح نشوف مع بعض كده ونبقى نرجع نتكلم تاني. الارقام بتقول ان النادي الاهلي صرف 44 مليون يورو تعاقدات في اخر 6 سنين بس. خلي بالك الرقم ده من غير تحمل سالاريز بتاعه اللعيبه. يعني ده الرقم اللي احنا دفعناه للانديه عشان نشتري اللعيبه بس. بخساره كام؟ 29 مليون، وده بسبب ان في لعيبه مشيت من غير فلوس، مشيت فري، اشتريناها بفلوس ومشيت فري. متوسط اعمار اللعيبه اللي احنا كنا بنشتريها 25 سنه. طبعا دلوقتي الجراف اللي تحت ده بيعرض لنا الماركت فاليو بتاعت اللعيبه دي. مؤخرا الماركت فاليو بتاعت طبعا وسام ابو علي هي اعلى واحده فيهم، لان احنا بعنا وسام ابو علي تقريبا ب7.5 مليون دولار. ويجي بعديه امام عاشور، محمد عبد المنعم، مروان عطيه، اليو ديانج، حمدي فتحي، بدر بنون، رضا سليم. ويجي تحت خالص برونو سافيو، انتوني موديست، جيرالدو، لويس ميكيسوني، والتر بواليا. دي لعيبه اللي في الاخر خالص اللي قيمها التسويقيه دلوقتي ولا حاجه. فده معناه ان احنا لما جبناهم قبل كده استثمرنا فيهم بشكل غلط، لان اللعيبه دي بقت دلوقتي ارقامها مش احسن حاجه. النادي الاهلي استثمر في لعيبه بشكل كويس، في لعيبه الاهلي جابها كانت ارقامها كويسه واتباعت بقيم كويسه، وكمان دلوقتي قيمها التسويقيه وهم موجودين في النادي ارقامها كويسه. زي مين؟ زي اليو ديانج اللي للاسف ماشي فري ترانسفير اخر الموسم ده، ودي طبعا مشكله ان انت معرفتش تجدد له او حتى تخليه يقعد معاك، ولا منك هتبيع بفلوس ولا منه يقعد في النادي. النادي استثمر كويس في وسام ابو علي، في رضا سليم اللي اتباع برقم كويس، بمروان عطيه اللي قيمته التسويقيه زادت بقت 850 الف يورو دلوقتي. طبعا مروان عطيه من الصفقات الكويسه اللي النادي جابها. لكن قصاد كده احنا جبنا برونو سافيو بمليون ونص يورو. على ايه؟ على ولا حاجه. والتر بواليا بمليون و800. لويس ميكيسوني ب 850 الف يورو. على ايه؟ على حرفين ولا حاجه. بيرسي تاو احنا اشتريناه بمليون و800 الف. على الرغم ان بيرسي تاو يعني عمل شويه، لكن برضو ما كانش بالصفقه او بالحجم اللي احنا كنا مستنيينه، لانه اوقات كتير قوي في الموسم كان بيبقى مستواه واقع. هو تقريبا ادالنا موسم واحد كان هياخد فيه احسن لعيب جوه افريقيا. فطبعا الحاجات دي كلها تسببت في ان احنا عندنا جاب، في مشكله كده، احنا ما بنبصش على ارقام اللعيبه، احنا بنعتمد في السكاوتنج بتاعنا على سمعه اللعيب وشويه فيديوهات ليه. خلينا نشوف كده مع بعض. هنا دي داشبورد المقارنه ما بين اللعيبه. هنا احنا اشترينا على الشمال، هتلاقوا دايما الصفقات اللي احنا تعاقدنا معاها. احنا جبنا مين؟ احنا جبنا لويس ميكيسوني. في نفس الوقت اللي كان ابراهيم عادل كان موجود في نادي الاسيوطي، كانش لسه، كان نادي بيراميدز، كان موجود وكانت القيمه التسويقيه بتاعته وقتها قليله وكان لسه سنه صغير. وبصوا يا جماعه في الموسم بتاع ابراهيم عادل اللي احنا كنا بنتفاوض فيه مع لويس ميكيسوني، يعني لويس ميكيسوني قبل ما يجي الاهلي كان جاب 3 تجوان وعامل 2 اسيست. ابراهيم عادل جايب 10 تجوان وعامل 4 اسيست.
وطبعا ابراهيم عادل دلوقتي شوف القيمه التسويقيه بتاعته قد ايه، وشوف لويس ميكيسوني دلوقتي قيمته التسويقيه قد ايه. بلاش ابراهيم عادل. مصطفى فتحي. مصطفى فتحي كان متواجد في نفس الوقت اللي كان فيه ابراهيم عادل واللي كان فيه لويس ميكيسوني الاهلي بيتفاوض معاه. كان ممكن نجيب مصطفى فتحي، وكان على فكره كان منفتح على ان هو يجي على النادي الاهلي عادي. طبعا ارقام مصطفى فتحي لا تقارن تماما بلويس ميكيسوني. يعني مصطفى فتحي لعيب مهاري، جناح ممتاز، عامل ارقام كويسه مع بيراميدز، عامل شغل كويس. طبعا ما كانش احسن حاجه ان احنا نجيب لويس ميكيسوني خالص. يعني انت لو بصيت على ارقام الانترسبشنز، الثنائيات مصطفى فتحي اعلى، الباس اكيوريسي مصطفى فتحي اعلى، كل حاجه مصطفى فتحي اعلى، كل حاجه لا يقارن تماما بلويس ميكيسوني. فطبعا كان عندك اتنين بدايل كان ممكن يجوا في الوقت ده، برغم ان كان في بديل تالت اللي هو مين، اللي هو كان سفيان رحيمي. لسه هنشوف سفيان رحيمي جاي كمان دلوقتي. هنا برضو الاهلي احنا طبعا عملنا اكشوال سايننج مع برونو سافيو، في حين ان احنا كان قدامنا في الماركت ان احنا ندخل في اشرف بن شرقي فرق 500 الف يورو او 500 الف دولار، مع طبعا مع اعتبار الخبره بتاعت اشرف بن شرقي في افريقيا، ارقامه، الراجل ده كسب افريقيا مع الوداد، عنده خبره في افريقيا. واحنا رحنا عملنا رهان على برونو سافيو، لعيب ما يعرفش افريقيا، ما يعرفش اجواء افريقيا، دفعنا فيه 1.5 مليون. انا مش عارف على ايه حقيقه، وهو مشي بعدها لانه عمل مشكله مع كولر. طبعا ارقامه قبل ما يجي كانت كويسه للامانه، لكن انت كان عندك اشرف بن شرقي. انت دلوقتي احنا رحنا جبنا اشرف بن شرقي، بس بعد اشرف بن شرقي مش في البيك بتاعه دلوقتي. مستوى اشرف بن شرقي مش اللي احنا مستنيينه، مش ده اشرف بن شرقي اللي كان بيلعب قدامنا كنا بنبقى قلقانين، مش هو ده. فطبعا احنا لو جينا بصينا على الارقام، طبعا برونو سافيو جايب 15 جون 4 اسيست. اشرف بن شرقي في الموسم اللي كان الاهلي بيفاوضوا فيه كان جايب 12 جون وعامل 7 اسيست. لكن اشرف بن شرقي عنده مميزات في كل ارقامه التانية. الانترسبشن اشرف بن شرقي اعلى، الثنائيات اشرف بن شرقي اعلى، الباس اكيوريسي 82% versus 71% for برونو سافيو. وعندك التشانسز كرييتد بير ماتش، واحده لبرونو سافيو واتنين ونص لاشرف بن شرقي، يعني بنتكلم تقريبا في ثلاثه. فاشرف بن شرقي ارقامه اعلى بكتير، بلس انه بيلعب في كذا مركز. بديل مصري تاني، بديل كان بيلعب في مصر لبرونو سافيو بس هو مش مصري، هو الياس. الياس كان قيمته التسويقيه 800 الف يورو، كان جايب في الموسم ده 8 جون وعمل 11 اسيست، وكان بيلعب في مصر. لو كنت تبص على الارقام برضو ارقامه كلها chances created 3 لإلياس، واحده لبرونو سافيو، 71% for برونو سافيو في الباس accuracy versus 79% لإلياس. الثنائيات 4 4.2 لإلياس، 3.5 لبرونو سافيو. الانترسبشن كل حاجه إلياس اعلى. طب احنا رحنا ليه جبنا ليه برونو سافيو؟ ما عنديش اجابه. لو احنا بنبص على الارقام زي ما احنا بنبص مع بعض دلوقتي، مستحيل حد كان يروح يجيب برونو سافيو. نيجي بقى للدفاع لاشرف داري، الحته اللي انا كنت اتكلمت عليها في اول الفيديو. احنا كنا بعد ما محمد عبد المنعم مشي كنا بنتفاوض مع الاتنين دول. في هنا حاجه خداعه شويه في الارقام، ايه هي بقى؟ ان اشرف داري قيمته التسويقيه اعلى من زين الدين بالعيد، دي اول حاجه. تاني حاجه، في الانترسبشنز وفي الثنائيات وفي الباسز اكيوريسي والتشانسز كرييتد هتلاقي اشرف داري ارقامه اعلى. لكن في هنا حاجه، ايه هي؟ تاريخ اصابات اشرف داري ما يشفعلوش خالص في اي حاجه. يعني انا عندي زين الدين بالعيد ده قيمته التسويقيه اقل، مع ان هو يديني ارقام قريبه من اشرف داري، ده بالنسبه لي اختيار احسن. طبعا احنا رحنا ساعتها اتخانقنا مع الوكيل بتاعه واتاخرنا، وهو كان عايز الموسم عنده هيبدا وعايز يجي نادي وعايز يتمرن، احنا متاخرنا فحصل مش عارف ايه، ايا كان الديل ما تمش. وطبعا ده فشل مننا، ده يعني ده خطأ من الإدارة، لأن لعيب زي ده ما تنفعش تفرط فيه. لعيب زي ده لازم تكون سريع شوية، مبادر أسرع. طبعا احنا ما عرفناش نجيب زين الدين بالعيد، جبنا أشرف داري. أشرف داري دلوقتي قاعد في البيت بياخد مرتب، النادي ما بيستفادش بيه عشان البي مش عايز يفسخ عقده ولا يمشي غير لما ياخد عقده كله، أو أديني قاعد. ده تعليق. نيجي بقى للمهاجمين. طبعا احنا الاهلي مصر كلها عارف، لا يعني مصر ايه، الميدل ايست كله عارف ان الاهلي عنده مشكله مع المهاجم من زمان، مش عارف ليه بس عندنا مشكله مع المهاجم.
احنا عندنا هنا احنا جبنا اليو بادجي بكام يا عم؟ ب2 مليون دولار. الراجل جايب 13 جون، عامل 2 اسيست، الكونفرجن ريت بتاعه 14%، يعني مش سيء، لكن كان بيلعب في الدوري الفرنسي، ما كانش بيلعب في افريقيا، كان بيلعب في نادي درجة تانية تقريبا. وكان عنده وقتها النادي الاهلي اختيار ان احنا كنا بنفوت جاكسون موليكا، وكانت واقفه الصفقه على 500 الف دولار في الراتب بتاعه او في قيمته التسويقيه، مش فاكر، لكن الارقام بتقول ان هو 2 مليون اللي قدامنا دلوقتي. جاكسون موليكا جاب 18 جون، عامل 4 اسيست، كونفرجن ريت 17%، الاكس جي بتاعه 33%، 3300%. وعندك اعلى في كل حاجه طبعا. جاكسون موليكا حدث ولا حرج يعني. طبعا الاهلي ما راحش جاب جاكسون موليكا، ورحنا ايه، جبنا اليو بادجي للاسف، مع ان احنا كنا ممكن ندفع شويه بس كنا ناخد كواليتي اعلى، تروح بقى بيه كاس عالم، تروح بيه افريقيا، انت مش قلقان بقى. هنا مثلا والتر بواليا 1,800,000، مع ان انت كان قدامك في الماركت ان انت تدخل في سفيان رحيمي. طبعا الناس هتقول لي هنا سفيان رحيمي يا احمد جناح ملوش دعوه بالمهاجم، اقول لك لو رجعت فيديوهات سفيان رحيمي كنت هتلاقي ان هو بيلعب على الجون عادي جدا، وكان بيلعب مهاجم وهمي، وساعات كان بيلعب مهاجم صريح، وعادي جدا الراجل شغال، جايب 14 جون وعامل 12 اسيست والدنيا جميله معاه. والتر بواليا 13 جون 3 اسيست في الوقت اللي الاهلي كان بيفاوضوا فيه، لكن والتر بواليا لما جه الاهلي ولا حاجه ولا اي حاجه. مع ان احنا لو عندنا اداره سكاوتنج كويسه بتبص على ارقام، لا انا ادفع زياده شويه في سفيان رحيمي، لكن انا عارف الكواليتي اللي هتيجي. الاكس جي بتاع بصوا يا جماعه الفرق ما بين الاكس جي بتاع سفيان رحيمي ووالتر بواليا 29 مقابل 5، كونفرجن ريت 18 11، يعني لا يقارن، طبعا لا يقارن. يعني والتر بواليا ده لا ما يجيش النادي بالارقام بتاعته، ده ما يجيش النادي. والتر بواليا فيرسز مبنزا. مبنزا كان ب 900 الف يورو، والتر بواليا ب 1,800,000. جيمي بنزا جايب 17 جون 3 اسيست مقابل 13 و3. الاكس جي بتاع جيمي بنزا كان 38 مقابل 5، كونفرجن ريت 21 مقابل 11، لا يقارن. ده كان طبعا احسن ان احنا ندخل فيه الصفقه دي ونجيبه الاهلي، لا يقارن بوالتر بواليا طبعا. اتاخرنا في الترانسفيرز ورحنا جبنا في الاخر والتر بواليا للاسف. كابتن مروان محسن الجوليادور. مروان محسن بالمناسبه يا جماعه جات له فتره كده كان بجد كان هيبطلني اشجع كوره خالص، يعني انا كنت بفكر بجد ابطل فرجه على كوره قدم تماما. استوديو التحليل بقى بتاع كابتن مروان محسن، المحطه اللي بيستلم ويلف ويطلع الفرقه، انا كنت بجد قرفت من الكلام ده. انا عايز يا عم مهاجم يحط الكوره في الجون بس. كابتن مروان محسن طبعا، يعني انا مش عايز اتكلم على ارقام مروان محسن، خلينا نبص هنا. كان عندك الدبابه بغداد بونجاح. الاهلي لو كان قاعد كده متابع ومراقب بغداد بونجاح في الفتره بتاعت مروان محسن اللي كان فيها واقع دي، كان بغداد بونجاح قيمته التسويقيه عاليه، انا معاك، كانت 3.5 مليون، كان ممكن يكون فيه حلول احسن من كده. بس بص على ارقام بقى بغداد بونجاح: 24 جون 7 اسيست، اكس جي كام يا معلم؟ الاكس جي ده غالبا البرسنتج دي مش مظبوطه. الراجل ده كان بيجيب الكونفرجن ريت بتاعه 28%، كان بيجيب يعني تقريبا 30% من الفرص اللي بتجيله في مقابل 10%. ارقام لا تقارن. 24 جول مقابل 14، 7 مقابل 3. كابتن مروان محسن يعني. طبعا الاهلي احنا مش موجودين طبعا، انا ايش هنا يعني. بغداد بونجاح احنا كنا شايفين هو صفقه غاليه قوي، مع ان انت لو مسكت ايدك شويه في الفلوس اللي اتصرفت الناحيه التانية في الارقام اللي احنا اتكلمنا عليها، كنا ممكن نجيب بغداد بونجاح عادي جدا يعني، عادي جدا، ما كانش عندنا اي مشكله خالص وقتها. ده طبعا ايه بالنسبه للمهاجمين. طبعا جالنا دره التاج طبعا في الاخر وسام ابو علي، اللي برضو بالمناسبه لما كنا جايبينه كان ترشيح من حد بعته لحد في الاداره، فالاداره شافته فقلنا نجيبه، جبناه وجبنا جراديشار. وكان المدرب بيلعب ده ماتش وده ماتش عشان كنا بنستكشف، يعني احنا ما كناش عارفين حتى ان وسام هيبقى وسام بتاع دلوقتي، احنا ما كناش نعرف، احنا كنا جايبينه على امل يا رب هيجيب لا بتاع، لحد ما طبعا هو ايه اثبت نفسه وانطلق، وجاب بقى جون في التاني والمكنه طلعت قماش والدنيا اشتغلت معاه،
فبقى وسام ابو علي وبقى بيلعب اساسي خلاص في النادي. احنا حتى حاسس ان احنا جبناه صدفه، لكن صفقه جت ونجحت ماشي. اللي الاهلي بيعمله في الصفقات ان الاهلي بيتاخر. النادي الاهلي ما بيبصش على، احنا ما بنبصش على الارقام، يعني اللي انا شايفه ده احنا ما بنبصش كده على الارقام. طبعا الحاجات دي كلها اثرت علينا بشكل كبير جدا للاسف يعني. في الاخير اتمنى يكون البروجكت نال اعجابكم، وان انا اكون قدرت اعرض لكم الارقام ازاي بتفرق في اتخاذ القرارات في السكاوتنج وفي الاهلي وفي كل الانديه. الاهلي فيه 3 مشاكل: ان احنا ما بنحضرش بدايل، وان احنا بندخل في الصفقات متاخر، وان احنا بنشتري لعيبه من غير ما نبص على ارقامهم ونختارها بالعين المجرده. وفي واحده رابعه: كلمني شويه عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي. النادي الاهلي اخر 4 5 سنين احنا ما عندناش غير واحد بس من ناشئين النادي الاهلي اللي طلع ولعب وخد مكان وبقى حاجة: محمد عبد المنعم. ومش احنا اللي خدنا بالنا منه، ده كارلوس كيروش مع معسكر منتخب بتاعنا لما جابه، والراجل اللي عمل بطولة افريقيا هايلة جدا فجبناه من سموحة وكسرنا الاعارة ولعب. يعني احنا اصلا ما كناش واخدين بالنا كإدارة النادي الاهلي، احنا اصلا ما كناش شايفينه. كلمني بقى عن قطاع الناشئين. احنا بنعمل ايه في قطاع الناشئين؟ احنا ولا لعيب. انت الناشئين دول احنا بنعمل بيهم ايه؟ عندك بقى ايه؟ محمد عبد الله، زياد طارق، ابن سيد معوض، كل اللعيبه دي فين؟ النادي الاهلي بيعمل ايه بيهم؟ احنا بنطلع الناشئ يظهر ماتشين يقعد على الدكه يلعب ماتشين، بنسوقه اطلع يبقى على البنك الاهلي اطلع على كذا. مفيش. طب احنا لو عندنا اداره سكاوتنج واداره محترمه، هل احنا المفروض يبقى ده شكل قطاع الناشئين بتاعنا؟ طبعا لا. طبعا لا. المفروض ان تيم السكاوتنج بيجيب لعيبه صغيره بكواليتي معينه بيكبروا معانا. يعني طبعا احنا بنشوف برشلونة الجيل بتاعهم دلوقتي تقريبا كله او 3/4 لاماسيا. كله 3/4 لاماسيا: لامين يامال، بيدري، جافي، بالدي، المدافع كوبارسي، فيرمين لوبيز. كل اللعيبه دي لاماسيا. اللعيبه دي محتله الليجا حرفيا، وبيلعبوا السنه اللي فاتت كانوا بيناطحوا الانتر ميلان. ومعلش هم شويه عيال صغيره بس صناعيه لحام حرفيا، مجرمين في الملعب. بيناطحوا انتر ميلان في قبل نهائي دوري ابطال اوروبا، وممكن لو كانوا وصلوا كان ممكن يكسبوا باريس وياخدوا دوري ابطال اوروبا عادي جدا. عادي جدا. فده اللاماسيا. طب ليه ما نحاول؟ يعني طبعا احنا مش نبقى لاماسيا، بس ليه ما نحاولش نشوف الناس دي بتشتغل ازاي ونشتغل زيهم؟ يعني ليه ما نحاولش؟ ففي الاخير يا رب يكون البروجكت ده يفرق مع الناس ويوري لكم اهميه الارقام في الفوتبول اندستري، وازاي ان احنا نقدر نستفاد بيها في السكاوتنج بتاعنا وفي الشغل. وشكرا لكل حد اهتم فيك وشاف. عايز اشكر شكر خاص لجروب الداتا اللي اشتغل معايا على البروجكت ده. الشباب في ناس كتير قوي اشتغلت معايا في البروجكت ده. احنا معانا جروب داتا بياخدوا معايا دبلومة، والناس دي دخلت مشكورة اشتغلوا في البروجكت ده. فانا حابب اشكرهم جدا. كل الشباب اللي تعبت انا همنشنهم كلهم ان شاء الله في البوست. الناس اللي اشتغلت. وفي الاخير شكرا جدا على وقتكم، والسلام عليكم.